إذا عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونحن مستمرين معكم مع برنامج صباح الخير يا جزائر. نقول لكم صباح الخير، صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكم مجددا ومرحبا لمن جاء والتحق بنا في هذه الآونة. طبعا في أجواء الشبابية ومع هذه الفترة، فترة الصائفة لمديرية الثقافة أو مديرية الشباب والرياضة أقول نصيب في التنشيط الشبابي، وديوان مؤسسات الشباب يحضر على سيد مدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية ورقلة، سيد يوسف جودي، حاضر معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ، صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ، وأهلا بمشاهدي المحطة التلفزيون من ورقلة وكل مشاهدي التلفزيون الجزائري. أهلا وسهلا بك. وترافقك أستاذ يوسف سيدة مباركة بن خناثة، مديرة المركز الثقافي بسكرة بورقلة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، صباح الخير لكل مشاهدينا في القناة الجزائرية وكل التراب الوطني. أهلا وسهلا بك. إذا أستاذ يوسف، في حديثنا عن الشباب والتنشيط الشبابي، ومعروفة أنه مديرية الشباب والرياضة على وجه عام وديوان مؤسسات الشباب على وجه الخصوص هي الحاضنة للشباب والمنشطة للشباب والتي تقدم الفرصة للشباب دائما. فلو نتحدث عن بداية النشاطات، قبل أن نتحدث عن النشاطات التي سطرتموها لهذه الصائفة، نتحدث على النشاطات في نقول من بداية سنة أو من بداية الموسم. فاحكي لنا شوي على من بداية الموسم إلى غاية هذه الفترة. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحيي المشاهدين الكرام. بعد تقسيم وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الشباب وإلى وزارة الرياضة، وزارة الشباب وعلى رأسها السيد وزير الشباب والمكلف بالمجلس الأعلى للشباب أرسل لكل المديريات وكل الدواوين على المستوى الوطني خريطة طريق للحفاظ على العمل على مستوى المؤسسات الشبانية، وتعتمد هذه خريطة الطريق على الحفاظ على الذاكرة الوطنية وإنشاء استحداث فروع كشفية على مستوى كل المؤسسات الشبانية، ونقصد المؤسسات الشبانية دور الشباب، بيوت الشباب، مركبات الرياضية الجوارية، وكذلك تنظيم دورات تكوينية والتدريبية لفائدة منخرطي وحتى الشباب الغير مؤهل في المؤسسات الشبانية. من خلال هذا خريطة طريق وعلى مستوى مديرية الشباب والرياضة والديوان، وين تلاقينا مع السادة المفتشين والمستشارين وكذلك كل الفنيين في مجال الشباب على وضع محاور لتنشيط المؤسسات الشبانية وحتى الجوارية، والعمل مع المحافظات الولائية للكشافة، لأن في اتفاقية مبرمة بين وزارة الشباب مع القيادة العامة للكشافة الإسلامية واللي موجودة في كل الولايات. من خلالها احنا كذلك وضعنا عدة محاور على مستوى الديوان. من أهم المحاور محور كذلك هو محور الذاكرة الوطنية، وهو الاحتفال بكل المناسبات التاريخية الوطنية، ويكون على مستوى كل المؤسسات الشبانية، حيث يتم فيه تصميم ملصقات، تصميم كذلك المطويات، ندوات مذاعة وندوات دعوة بعض الأساتذة في التاريخ، وكذلك زيارات المتاحف التاريخية. هذا محور الذاكرة. فيه كذلك محور شهر رمضان، وهو محور شهر رمضان فيه أكثر ما يقارب 5 عمليات، منها أولا حفظ القرآن الكريم الربع والثلث والنصف والكل، نظم مديرية الشباب والرياضة، وكذلك الإنشاد الديني اللي تشارك فيه كل المؤسسات الشبانية على مستوى الولايات والجمعيات والمساجد. وكذلك فيه أن الديوان ينظم 4 مسابقات، منها أولا مسابقة 40 نووية، حيث تشارك كل المؤسسات الشبانية والزوايا والجمعيات الأحياء، ومن خلالها نختار ال5 الأوائل. كذلك فيه مسابقة فيما يخص الخطيب الصغير التي أتت أكلها بشهادة السادة الأئمة من مديريات الأوقاف والشؤون الدينية. فيه مسابقة حفظ القرآن للمناطق الظل، وهي قارئ البلدة في مدينة نقوسة، وقارئ القرية في قرية بور الهيشة، وفيه في قرية سيدي عمران بن مخدمة
فيه ما يسمى بالماكيتات في البيت، لأن في دور الشباب ستتحدث الأستاذة فيه ماكيتات في البيت تمارس نشاطهن في مؤسسات شبانية، ما نحرموهاش من نشاط في رمضان، وذلك بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الماكيتة في البيت توزع لهن كذلك جوائز. وأهم محور الذي نشتغل فيه هو محور تنظيم دورات تكوينية. ركزنا بعد تعليمات السيد وزير الشباب على الأنشطة العلمية، من ضمنها الروبوتيك، الأردوينو، الذكاء الاصطناعي، وكذلك علم الفلك. هذه الأنشطة اللي حقيقة أقول وأنا متأكد بأن ولاية ورقلة وقطاع الشباب والرياضة مشينا فيه من 2018، وين عندنا نوادي في علم الفلك، نوادي في الذكاء الاصطناعي، والنوادي في الروبوتيك والأردوينو. ومؤخرا نظمنا دورة وطنية في الروبوتيك، حيث فيه تنافس بين شباب من عاصمة وشباب من ولاية ورقلة، ما يقارب 70 منخرط. احتلينا في الفئة الصغرى المرتبة الأولى، وفي الفئة الكبرى احتلينا المرتبة الثانية، على أساس أن المرتبة الأولى يتأهل إلى دولة النيبال. كذلك عندنا محور الأسابيع الإعلامية، وهي أسابيع عبارة مثلا أسبوع إعلامي للفنون التشكيلية، أسبوع إعلامي للعلم الفلك، ما يقارب 23 أسبوع إعلامي، وفي عدة محاور نشتغل فيها على مدار السنة. جميل، جميل جدا. قبل الحديث والعودة مرة أخرى إلى نشاط ديوان مؤسسات الشباب في هذه الفترة، أعود مرة أخرى للسيدة مباركة، مديرة المركز الثقافي سكرة بورقلة. سيدة مباركة، طبعا تحدث الأستاذ قبل قليل ونوه عن يعني دور دار الشباب والمؤسسات الشبانية بشكل عام في مساهمة في يعني استغلال الوقت بالنسبة للفئة النسوية. فكيف هو الإقبال النسوي على دور الشباب بشكل عام وعلى دار الشباب أنت على رأسها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا أحيي كل المشاهدين على التراب الوطني. بداية المؤسسات الشبانية هذه هي مؤسسات لملء الوقت الحر للشباب، الماكثة بالبيت، لأي فئة كانت، الأطفال. أخص بذكر الفئة النسوية. الفئة النسوية عندنا نشاطات مختلفة، مثال نشاط الخياطة، عندنا حلويات، عندنا حلاقة. هذو النشاطات المخصصين في المؤسسات الشبانية. وأخص بالذكر المركز الثقافي سكرة، يعني ولا يشمل المنخرطين فقط، يعني عندنا حتى السياحة الماكثة بالبيت، يعني السياحة داخل ورقلة أو خارج ورقلة. مثلا في الفترة الصيفية نخصوا السياحة الماكثة بالبيت إلى مناطق سياحية. جميل، جميل. طبعا نبقى في هذه النقطة أستاذة مباركة، وأدعوكم لنأخذكم في هذه الرحلة السياحية والتي أخذتنا فيها الزميلة مختارية، وريبورتاج حول قرية الرقية الترفيهية بتجورت نشاهدها مع بعض مشاهدينا الكرام، ثم لنا عودة بعد ذلك. تفتح هذه القرية السياحية بولاية تجورت أبوابها يوميا للعائلات للاستجمام وقضاء وقت ممتع رفقة أبنائهم، لتكون ملاذهم وفسحتهم في فصل الصيف، حيث توفر قمة الرقي فضاءات عديدة للأطفال من ألعاب إلكترونية ومائية وغيرها. بابا ديما يجيبنا هنايا القرية السياحية، وكان بزاف الألعاب الإلكترونية والألعاب مجانية. فتحت لنا أبواب من أبواب السياحة في المنطقة، ونشكر كل اللي وقفوا عليها وأنجزوا هذا الإنجاز، يعني إنجاز كبير جدا، لأن خاصة في المنطقة الصحراوية ما عندناش مناطق للتجمال والسياحة الأولاد واللعب كذا. يعني هذه الحديقة كانت من المكاسب الكبيرة جدا، ونتمنى أن تواصلوا في إثارها بالألعاب. تجي مع العائلة هنا نديروا سهرية حتى الليل، حتى 10:30، هذاك هو الوقت. نجي للدار كل ماشي ديما، بصح مرة في السمانة ولا مرتين في السمانة. ولأن هذه القرية توفر أجواء للترفيه، فهي تسعى لتقديم نشاطات عدة للزائرين على غرار السينما المتنقلة واستعراض الكشافة والكثير من الأجواء الجميلة خاصة للطفولة.
تأتي إلى هذه الحديقة للاستراحة والاستجمام. أنه نحن قدماء الكشافة الجسامية الجزائرية قاموا برحلة استجمامية، رحلة ترفيهية للعائلات والأفراد، لأنه في ولاية توغورت يعني هناك هذه المنطقة جميع الولاية منصبين على هذه الحديقة. ألعاب في الهواء الطلق، ألعاب إلكترونية، ألعاب مائية للأولاد، مسبح، قاعة مطالعة، مطعم، مقهى، عيادة، وبعض الألعاب التي هي لزوارنا مجانية. بعض الأنشطة وبعض يعني ألعاب الخفة وبعض الفرق، كما اليوم عندنا نشاط الفرقة النحاسية للكشافة الإسلامية، وفرقة معناها دينية، إنشادية دينية. نحاول أن نقدموا الأفضل لزوارنا الكرام. ولأن هدف القائمين على هذا الفضاء السياحي المتنوع، فقد تم افتتاح فندق خاص بالقرية متعدد الأجنحة والغرف، يتوفر على قاعة للحفلات مجهزة بكافة المعدات ومسبح للمقيمين، يسعى من خلال هذا الصرح استقطاب السياح للتعريف بهذه الولاية العريقة الغنية بتقاليدها الأصيلة. به 56 غرفة و9 بنغالو بسعة 127 سرير. راح يكون إضافة إن شاء الله للسياحة بمنطقة ودريغ ككامل وبتوغورت خصوص. سيشارك في النمو، سيشارك في المخطط الوطني للسياحة. فيه مسبح نصف أولمبي، وفيه قرية سياحية بها ألعاب مائية وبها ألعاب هوائية. ما أحوج بلادنا إلى أماكن كهذه تمنحنا أوقاتا ممتعة ورائعة، رفقة العائلة تعطي الصورة الحضارية لتوغورت وتدخل البهجة على قلوب سكانها. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه صور من توغورت، وعدنا بأنظار حضراتكم إلى الأستوديو، ومعي مرة أخرى الأستاذ يوسف جودير، مدير ديوان مؤسسات الشباب بولاية ورقلا. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ يوسف. وحديثنا طبعا حول النشاطات التي تقوم بها مؤسسة ديوان مؤسسات الشباب، فتحدثنا على طيلة الموسم ما هي أهم النشاطات التي أقيمت، وطبعا لما تأتي فترة الصائفة لا تتوقف النشاطات بل تستمر، ولكن بطريقة مختلفة وبنشاطات أخرى. فما هي أهم النشاطات التي سطرتموها في هذه الفترة؟ على كل حال مرة أخرى السلام عليكم. مديرية الشباب والرياضة وديوان مؤسسات الشباب سطرنا برنامج جدا ثري. الفترة العطل الربيعية والشتوية والصيفية، ونعرف بأن فترة الصيف الأطفال تاعنا والمنخرطين كل يتنقلوا لولاية الشمال للبحر. سطرنا برنامج جدا ثري، وهو الخروج إلى الساحات الموجودة أمام المؤسسات الشبانية للترفيه عن الشباب والعائلات. مثلا أمس في الليل كانت فيه برنامج جدا ثري في المركز الترفيه العلمي حي النصر، وين حضرت العائلات بقوة، في حتى طلبات في بعض المؤسسات. كذلك فيه تنظيم ما يسمى بالقرى الصيفية لفائدة المنخرطين وحتى الشباب الغير مهيكل اللي ما عندوش حظ يتنقل لولاية الشمال، ويكون عنده برنامج جدا ثري، تكوينات مجانية على مستوى دور الشباب تشمل تشمل تكوينات في الجانب العلمي، التقني، الترفيهي، الطبخ للمرأة الباكتة، المنخرطات نتاعنا كذلك، وفي حتى بعض التنقلات والخرجات خارج ولاية ورقلا. بالمناسبة أن مديرية الشباب والرياضة أعدت برنامج صيفي وتمثل في المخيمات الصيفية في ولاية الشمال. الوزارة خصت ما يقارب 800 حصة لفائدة ولاية ورقلا. أول حصة عندها أكثر من 15 يوم تنقلت إلى ولاية الشمال، وولاية ورقلا مديرية الشباب والرياضة خصت ما يقارب 1100، وهو رقم كبير جدا، يعتبر من الولايات الكبيرة اللي نظمت هذا التنقل الشباب تاعنا والمنخرطين إلى ولاية الشمال. ما يقارب 1100 منخرط اللي راح يتنقلوا المخيمات الصيفية إلى مدينة وهران، تيزي وزو، قسنطينة، العاصمة. وكذلك فيه
تبادل الرحلات بين بعض الجمعيات إلى ولايات الشمال. جميل جدا. إذا سيدة مباركة مرة أخرى، لو نتحدث عن المرافقة خاصة للأطفال ومرافقة يكون ربما من طرف المربيات في المؤسسة والمؤسسات بشكل عام، فكيف تكون المرافقة خاصة من الجانب النسوي؟ لأننا نعرف أن الجانب النسوي له أسلوب خاص وعندكم طريقة خاصة في المرافقة، صح؟ السلام عليكم مجددا. بالنسبة لمرافقة المرأة في المؤسسات الشبانية، يعني احنا نحب استقطاب النساء بكثرة في مواضيع اللي تهمهم. يعني في الوقت الحالي رانا نعانوا من الآفات الاجتماعية المنتشرة للشباب. يعني نوعوا الشباب بطريقة التعامل الأم مع الابن تاعها. يعني نديروا دورات تكوينيه هذه من المدى القصير، يعني يوم او يومين يكون فيها ندوات او دراسه هذه الندوات باش يعاونوا النساء على التعامل بينهم وبين الابناء نتاعهم في سن المراهقه خاصه. اما بالنسبه للمواضيع الاخرى مثلا كما التسمم العقربي اللي راهو صاير في خاصه في المنطقه نتاعنا، يعني في موضوع الساعه او التسمم الغذائي. هذا هو البرنامج نتاعنا مسطر ان نقيموا دورات او ايام اعلاميه خاصه بهذه المواضيع تساعدنا في استقطاب النساء، يعني استقطاب ماكثة بالبيت بالنسبة للمؤسسات نتاعنا انه تعمل لهذا الشيء، وفي نفس الوقت محاربة هذه الآفات ومحاربة هذا يعني جميل جدا. جميل أستاذة مباركة، ربما في ختام هذا الحوار وجه كلمة ختامية للسيد مدير ديوان مؤسسات الشباب السيد يوسف جودي، ربما كلمة تريد توجيهها من خلال المنبر التلفزيوني الجزائري من برنامج صباح الخير يا جزائر إلى كل المشاهدين الكرام وخاصة الشباب الذين يشاهدونك. على كل حال كلمتي أنا نتمنى النجاح لكل الطلبة تاعنا على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا إن شاء الله. وكذلك نحن على في احتفالات ب5 جويلية نقول المجد والخلود لشهدائنا أبرار، ونوجه نداء لكل الشباب تاعنا اللي موجودين في كل الأحياء أنهم ينخرطوا في المؤسسات الشبانية، لأن فيه أنشطة جديدة، أنشطة غير تقليدية، منها الروبوتيك، الأردوينو، وحتى في عتاد ما شاء الله اللي وفراته مديرية الشباب والرياضة والديوان، والأبواب راهي مفتوحة لكل العائلات وكل شرائح المجتمع. شكرا. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف، شكرا على تلبية الدعوة والحضور معنا، والشكر للسيدة مباركة كذلك على تلبية الدعوة والحضور معنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج صباح الخير يا جزائر، على أمل أنكم استفدتم واستمتعتم معنا. طبعا نضرب لكم موعدا في قادم برامجنا، إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.